السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ورمضان مبارك سعيد. وخرجت معطله شويه، المهم حيت ما كنلوش فيديوهات بزاف، داكشي علاش. المهم مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد، ونتمنى حتى هذا الفيديو هذا يعجبكم. المهم بغيت نقول لكم في هذه العشيه هذه. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه الدجيجه ديالنا اللي فقطت الفليلزات تقريبا اليوم راه عندهم 15 يوم، يعني الفلوس الاول اللي خرج الاول عنده 15 يوم، يعني كاين المهم الكبير راه عنده 15 يوم. اللهم بارك. هانتوما كيف ما كتشوفوا. المهم هنا راه كاين فليلسات ديال الجينواز، جوج فليلسات الجينواز. كاين الفيومي، هاد الفلوس البيض ما مأكدش منه واش ديال الفيومي مع الدندراوي ولا غير فلوس عادي، يعني غير بلدي عادي. لحقاش انا كنت ضايع جبت البيض بلدي، وغير هو داك البيض بلدي، يعني ماشي بلدي بور، يعني بيض ديال مخلط بالكرواز، داك الكرواز ديال 260، يعني نص نص، ما هو بلدي ما هو. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه الوينات، اللهم بارك. وكاين شي فليلسات ديال الفيومي، كاين بالنسبه لهداك اللي غادي لجهه المو، راه في هذاك فيومي مازال غيطلعوا فيه ايطاش بويض، يعني كيكون صغير بحال هكا، قليل في كيطلعوا. المهم فيومي هذاك. وكاين هذا الكحل، هذا الكحل هذا خليط ديال الاندلسي مع الفيومي. وكاين واحد فيومي راه هو ليه حتى هو، هذاك فيومي حتى هو. المهم ثلاثه عندي، واحد ديال الخليط مع الفيومي، خليط ديال الفيومي مع الاندلسي، وجوج ديال الفيومي فضي. وخلاص الاخرين راه خليط ديال داك الكروازي مع البلدي، داك الفلوس ديال 260 مع البلدي. وهادوك جوج فليسات ديال الجينواز تا هما، اللهم بارك. وغنمشيو عاوتاني عند الفليسات الكبارين تا هما، نوليكم معاهم ونوريكم واحد النتيوه ديال الفيومي كيخرج اللون ديالها. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل. وهنا كيف ما كتشوفوا الفليسات ديالنا راه يلاه شعلت عليهم البوله، حيت ما كان الاخر ما كنشعلش عليهم البوله غير بالليل، يعني غير شعلت باش نصور لكم الفيديو تشوفوا الفيديو واضح. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الفليليسه هادي راه في يوميه ذهبيه، راه خارجه نتيوه. والشي الاخر كامل في يومي، كامل في يومي فضي، وخليط ديال اندلسي مع الفيومي. تبارك الله راه طالع داك الكحل، طالع فريريج. وتا الاخر داك الكري تا هو 100% غيطلع تا هو فريريج. المهم عندي شي حاجه ديال النتيوات ديك الفيوميه الذهبيه، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذيك نتيوه تبارك الله. هاد الخليط ديال الدندراوي مع الفيومي تا هو غيطلع بكير، ها هو كيف ما كتشوفوا راه صغير، راه هو الصغير فيهم. خلاص الاخرين نتاوي، كاين نتاوي وكاين دكوره. المهم راهم بداو كيبانوا، يقدر ما يبان لكمش نتوما في الفيديو، ولكن انا باينين ليا عارفهم. يعني اللي بغيت نوصل لكم واحد الفكره، هو انني انا ما عنديش الفيومي الذهبي، وما شريتش البيض، يعني البيض غير ديال البراكه ديالي. ومع ذلك خرجت لي ديك الفليسه فيوميه ذهبيه، الرجيلات كوحل، العوينات كوحل، يعني اللون فيها منتظم، يعني كل شيء يعني. ولكن غنشرح لكم هذه النقطه هذه. المهم غنمشيو عند نطيل الدجاج الكبير حتى هو الماكله ديالو ونكمل. المهم تفرجوا ونوريكم الحصيله ديال البيض ان شاء الله اليوم، ونعطيكم الاسباب ديال الدجاج اللي علاش كياكل البيض، وشنو السبب اللي يخليه ما يبقاش ياكل البيض. المهم غنشرح لكم كل شيء، خليكم مع الفيديو. وهنا كيف ما كتشوفوا الخوت، هنايا التيوجات ديالنا كنعطيوهم الوجبه ديالهم ديال العشيه. ضروري نتهلاو بهم، راه يلاه كي لقيتوني نقيت ليهم، راه نتوما كيف ما كتشوفوا البراكه راه نقيه، ونقيت حتى لبلاصه الدجاجه حتى هي نقيت لها، وريت لكم المسائل. الدجاجه خليتها اليوم تسرح شويه، حيت الفلات عمرهم سرحوا شويه، خليتهم تطلق معاهم شويه في السطح بين ما نقيت لهم وداك الشيء. نانيت ما يقبوهاش، عندي لقى فين ندير نقي لهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا خوت تولاو مع هاد الفيديو هذا. الجيوت راه ديما هاد رمضان هذا وراه خاص البيض بلدي، ضروري البيض. الناس دابا مبقيتش كنبيع البيض تبارك الله، راه غير البيض غير كناكلو. يعني مع هاد رمضان هاد العواشر كونسوم البيض بزاف. وهذا الديك ديالنا. المهم اللي بغيت نشرح لكم ديك القضيه ديال الفيوميه الذهبيه اللي خرجت ليا.
هذاك شنو السبب ديالها؟ هو ان هذا الفروج هذا اللي كنت جبت من اللي كنت جبت مؤخرا فاش كان باقي صغير، يلاه عنده شي 4 شهور، دابا راه كبر. المهم هذا الجينات ديالو انه اما غيكون باه ذهبي امه فضيه، ولا باه فضي امه ذهبيه. يعني ها نتوما كيف ما كتشوفوا المواصفات ديال انه فروج ذهبي، لا في الرجلين لا في العين تبارك الله راه كحله دم، ماشي زعما القزيبه راه واقفه. يعني داكشي ديال الفيومي فضي دوريجي راه شي حاجه اللهم بارك. خلاص تجي حتى هما كذلك. هانتوما كيف ما قلت لكم تبارك الله راه كلشي يعني شي حاجه نقيه اللهم بارك. خلاص هذه الدجاجه الاندلسيه ديالنا، هذا الفريراج ديال اللي كان ديجا راه وريتكم فاش كان صغير من داك الفروج الكبير. يعني راه فوتوكوبي المواصفات ديال الفروج الكبير. يعني انه قلت لكم داك الفروج طلق لي داك اللوين ديال الذهبي، يعني 100% غتكون اما الام ديالو ذهبيه والاب فضي، ولا العكس. المهم هادشي اللي كاين. وهذيك راه الخليط ديال الفيومي الفضي، هاد العتيتيكه الخليط ديال الفيومي الفضي مع ديك الدجاجه الكبيره راه هي سيارة تبارك الله. ما نعاود لكمش البيض اللهم بارك، شي حاجه يعني ما تبارك الله. وشنو السبب لانهم كيخليهم يبيضوا؟ هو هاد كيف ما كتشوفوا هنا راه الرمله والكونكاسور. يعني هادشي هذا راه ضروري فاش تنقي خاصك ديرهم. راه مازال ما درتلهمش النجاره، مازال ما وصلتنيش. فاش غتوصلني النجاره غنديرها لهم من الفوق نفرشها. يعني ديجا فرشت لهم، هذا هو الاول. طالعه لعند البيضات ديالها تكمل القرق ديالها. سيارة تبارك الله قربت تفقس كيف ما قلت لكم. ويعني ضروري هذا الشيء هذا باش كيعاونهم على البيض، باش كتكون حتى الكميه ديال البيض كتكون زوينه. يعني وما كيكونش يعني كتطلع مثلا عندك واحد الدجاجه زايد ما كتلقاش البيض. يعني كتقول علاش ما كيبيضوش. انا نقول لك اخويا السابور راه ديما كنهضر في الفيديوهات على هذا الشيء هذا. البيض راه ضروري خاصك تهلا فيهم. هانتوما راه كيف ما كتشوفوا العلف، يعني ضروري العلف بالبيض، الشعير، النخاله، الزرع، كلشي ضروري خاصك تعاون بهذا الشيء هذا باش كانهم كيعطيوك بيضات ضروري. واهم حاجه هو هاد الكونكاسور والرمله كيعاونهم في الكالسيوم. يعني علاش؟ باش كيقصح لهم ديك القصره ديال البيض، وفي نفس الوقت ما كياكلوش البيض ديالهم. حيت راه كيشحال الاغلبيه اللي تلقاه عنده الدجاج كيبيض وكذا كيتهلا فيه وكيبيض، ولكن ما عندوش باش كيعاونوه في الكالسيوم. يعني ضروري الدجاج راه ضروري كيحتاج الكالسيوم، خاصو ضروري الكالسيوم باش انه كيقصح البيضه، وفي نفس الوقت كتقوي المناعه ديالو، كتولي مناعه قويه. وهادشي اللي كاين. وخلاص واحد النقطه عاوتاني كيف ما كتشوفوا، هذه راه بيضه ديال البلاستيك. البيضه ديال البلاستيك علاش انني انا مخليها هنايا؟ البيضه البلاستيك مزيانه علاش؟ وانه ملي كيشوف هاد الدجاج كينقبها، يعني كتبقى ديما ما كتهرس ما والو، كتبقى ديما يعني الدجاج كيتعود عليها بلي ديك البيضه راه ما عنده ما يستافد منها، واخا غيضرب فيها ما غياكل ما والو، يعني تعود عليها. وهادشي اللي كاين كذلك مع البيض. صافي كيشوف البيض ما كيلقاش انه ما كيقول راه كيدير في بالو ان راه غير بيضه ديال البلاستيك. وهادشي ديال الفكره ديالي انا كنقول. والحمد لله يعني لقيتها مزيانه، والدجاج الحمد لله ما كياكلش البيض. وهادشي اللي كاين. وانتم الخوت نتمنى هذا الفيديو راه طولت عليكم شويه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونكمل لكم بعدا نوريكم الحصيله ديال البيض اللهم بارك. راه ما هبطتش هاد العشيه هادي، عاد غنهبط ان شاء الله. نمشيو نبداو بالصناديق الاول. هنايا كيف ما كتشوفوا هانتوما اللهم بارك 4 البيضات. نمشيو للصناديق الثاني. بسم الله. هذه الدجاجه ديالنا راه خارقه. وهنايا كذلك كاين غير 3 ديال البيضات. كاين غير 3 ديال البيضات، لحقاش البيضه الاخرى غير دايرها باش كيبيضوا عليها. وهذه راه الدجاجه ديالنا نتوما تبارك الله راه صعيبه شويه كتنقب بزايد. ونتمنى الخوت يعجبكم هذا الفيديو هذا، وفرجه ممتعه، والله يوصل اي واحد لشي حاجه باغيها وكيتمناها. واللي ما دايرش ابوني دير ابوني. وتمنى واللي عجبو الفيديو يخلي واحد كومونتير، ما فيها باس ديروا واحد لايك. وشكرا لكم بزاف، وفرجه ممتعه والله يعاونكم.